السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مجددا في القناة. إن شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم نخدموا مع بعض طمينة المولد النبوي الشريف، إن شاء الله يا ربي دخل علينا بالصحة والهنا. طمينة سهلة وسريعة وبنينة جدا في نفس الوقت، وقد ما طول زيد ترطب. زيدوا تتبعوا معايا الفيديو للأخير وإن شاء الله تعجبكم. كما شفتوا معايا درت كاس تاع سميد متوسط، درتها في المقله، درتها على النار باه نقليه على نار تكون ناقصه باش يتقلى مليح وما يحمرش بزاف باش يتقلى على حبه. نقعد نحرك بالمغرف تاع اللوح ومره على مره نحرك المقله. كما قلت لكم مانيش باغا نحمرها بزاف خاطر كي نديروا لها العسل يزيد يتحمر، وانا مانيش باغيه هذاك اللون الغامق. نقلعها من فوق النار ونخليه يبرد شويه كما راكم تشوفوا حتى يدي لي هذا اللون. نحطه بجهه نخليه يبرد شويه. من بعد جبت كيلان تاع السمن، الكيله تكون صغيره على الكاس اللي عبرت به السميد، وبنفس الكيله تاع السمن درت كيله تاع عسل، ما تكونش عامره بزاف باش ما تجينيش حلوه، والحلاوه تبقى على حسب كل واحد. وكيله تاني تاع حلوه الترك اولا الشاميه كما يقولوا بعض المناطق. ربيتها في الغليظه كما راكم تشوفوا، ونديهم نديرهم على النار، نحرك حتى ندخل السمن مع العسل وحلوة الترك، نحرك مليح. واذا بقاو لي حبات من حلوة الترك ما دابوش معليش، نديهم نديرهم على النار ونحرك حتى ندخل السمن مع العسل. هنايا خلاص نقلعهم فوق النار، ومن بعد نفرغ عليهم السميد. نخلط حتى يشرب العسل والسمن. نفرغها في طبسي ونخليها تبرد حتى تشد روحها باش كي نزينها تشد لي الشكل تاع التزيين. هنا انا دخلتها في المجمد باش تشد روحها بالخف على حسب التصوير. كما شفتوا زينتها تزيين بسيط بالخدمي او السكين. زدت عليها هاد العقاش، ومن الجوانب زينتها بالكاوكاو الملون شبه بيستاش. كما قلت لكم تزيين بسيط واش كان عندي اللي كان متوفر. كانت هذه هي الطمينه تاع المولد النبوي الشريف، يدخلها ربي على الامه الاسلاميه بالصحه والهنا. طمينه كما قلت لكم خفيفه وسريعه وبنينه بزاف، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واذا عجبتكم ما تنسونيش بالجيم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ووصلت لنهاية الفيديو معكم نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.